نادية كانت عايشة بنفس المنزل مع فاطمة، أي بمنزل فاطمة. فاطمة كانت متزوجة وعايشة مع زوجها ومبسوطين ومرتاحين، وإذ ما بعرف لعب الشيطان، زوجها يعجب بنادية، نادية تعجب بزوج فاطمة، بيتزوجها سرا في المنزل وبيخليها بالمنزل، وبتبقى هي وفاطمة وزوجها سنة والزوجة لا تعرف شيئا. حاولت اصلحها كتير، ما رضيتش، وحاولت اتصل بيها غير كذا خط عشان خاطر اصلحها، برضه ما رضيتش. وانا جايه عشان خاطر اتاسف لها واعتذر لها باللي انا عملته، علشان خاطر انا ندمانه. بنت عمتك حضنتك بعد طلاقك الاول وسكنتي معاها واهتمت فيكي وكانت كتير كويسه يعني معاكي، مش هيك؟ ايوه كانت كويسه وكانت شايلاني على قد شيء. نعم. بس انا ندمانه اللي حصل. بس غصب عني يعني. كانت بتسيبني مده يعني، انا وهو كان بيحاول يكلمني، وقع ما بيني وما بينها. كانت عايشه معاه على الحلوه وعلى المره، وكانت مستحملاه. بس انا ما استحملتوش، انا قعدت معاه سنه ما استحملتش. طلع مش كويس وطلع بيشرب. خطيئتك كبيره. ايوه عارفه. يعني فيها اكثر من خيانه، فيها اكثر من خيانه، مش رح اقول لك شو، بس فيها اكثر من خيانه. بدنا ندعوها لفاطمه، خليها تتفضل. اهلا بفاطمه. اهلا يا فاطمه، كيفك حبيبتي؟ تفضلي تفضلي فاطمه. شكرا. انا اول شيء بدي اشكرك على تعليقك لما اخذت الدعوه. ميرسي، ربنا يخليك. مش قادره الا طبعا اكيد. ما سالتي شوفي، ما سالتي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا حضرتك. ليكي انا دعوتك بس بناء على طلب شخص اخر، هو حب يدعيكي. شخص تاني؟ ايه، ما انا حضرتك يعني. انا واسطه، انا واسطه. طلعي بالشاشه بتشوفي مين دعاكي. بص يا استاذ جورج، انا احترم لحضرتك، انا ما كنتش قعدت في المكان ده. بدك تضلك بتبتسمي. معلش يا استاذ جورج، انا متاسفه لحضرتك. انا متاسف فاطمه. لا وانا من خلالك انت بدي اتاسف، لانه في ناس بتفاجئهم احيانا مفاجآت غير ساره. مش قادر يا استاذ جورج اقعد اكتر من كده. انا متاسفه لحضرتك. انت ضيفتي فاطمه. انا كفايه ان انا فرحانه. انت فرحانه؟ انا فرحانه بس. نحن عرفنا القصه. لا يا استاذ جورج، حضرتك مش حاسس باللي انا فيه. لا ما خلاص صار وراكي ده، ما صارش وراكي. هيدي الست بس لخبرك قصتها. اسمعني يا استاذ جورج. نعم. انا ابني دلوقتي. نعم. انا ابني دلوقتي عامل عمليه على فكره، عنده تضخم على الكلى. هو فوق معايا وجايباه وعامل عمليه. عيد؟ ومركب خراطيم. وانا لو اعرف ان حضرتك دايني عشان خاطر انا ما كنتش كده. والله طيب خلص خلص، ما تبكي، مش هنتاخر عليكي. خلص بعثت لك هالرساله، اسمعيها وبعدين انت تصرفي. انا مش حاقصرك اكثر، وانا انبسطت فرحت اني شفتك. وبتقلك اختي الغاليه فاطمه، ما عنديش كلام كتير قوله بصراحه، مش عارفه اودي وشي منك فين. فتحتي لي بيتك وقت ما احتجتلك، وقفتي جنبي لما ما حدش وقف جنبي، وانا ما صمتكيش بعد كل ده. انا عارفه انك شايله مني عشان خربتلك بيتك، بس الحمد لله ربنا عوضك، فتحتي بيت تاني، واللي انا اخدته منك راح، وبيتي انا هو اللي اتخرب. اللي جرالي ده عشان انا ظلمتك، وانا راضيه بيه كله، وراضيه باي حاجه تطلبيها مني. خلينا نرجع اصحاب وحبايب زي زمان، عشان انت وحشاني ونفسي تسامحيني، والمسامح كريم. مش قصه راجل يعني، القصه معايا مش قصه راجل. انا مش بعتبرك اختي، انت فعلا اختي. ليه طيب؟ ليه هدمتي بيتي وخليتي دلوقتي معايا طفله من الاولاني عايشه من غير اب، يعني يعتبر يتيمه وهي عايشه. ما بتشوف بيا؟ لا انا مش هضغط عليكي ابدا من البدايه. في حاجه يعني بترجع زي ما كانت. هي جايه تطلب منك السماح، مستعده انت تسامحيها؟ انا مش عرفني ان هي بتمثل، يعني ان هي جايه. تفضلي ناديه، خمتيها وطعنتيها بظهرها، وتفضلي احكي لها. وهي الست قلبها طيب، بين واضح. شرفي
معلش يا فاطمه انا اسف. انا جيت لقدام الناس عشان اصالحك، معلش. الراجل بصي طبيعته عينيه زيك، لكن انت ليه؟ انا كان نفسي من زمان اشوفك، انت بتوحشيني. فاطمه انا قلبي وجعني يا استاذ جورج بالله هلا عليك. لا، مش روقي قادرة. شويه يا شيخه، روقي شويه، روقي شويه. طب ممكن بقى ميه بس؟ بقى ميه، جيبوا لنا ميه اذا بتريدوا. للاسف خسرتك عشاني، يعني لو طلع كويس كنت بعدك عايشه معاه وانا لا، طلقت. أنا وهي طلقت. طلقت وراحت. لا لا لا، هي لو كانت كملت معايا يا استاذ جورج ما كانتش قالت كده. بس عارف، صدقني. انا بشكرك يا ناديه. عارفه بشكرك ليه؟ لان انت طلعتيني من الوحل اللي انا كنت فيه. انا دلوقتي عايشه حياه كويسه وربنا عوض عليا خير. عارفه ليه؟ عشان ما افتريتش. انا معلش. ما افتريتش عليكي ولا عليه. انت لما دعتيني وقلت انا دلوقتي زعلانه وعايزه بيت ومحتاجه بيت، ما استكترتش عليكي بيتي. ليه تعملي كده يا استاذ جورج؟ ده انا كنت بروح الشغل واسيبهم عادي. انا واثقه ان هي اختي من دمي، عمرها ما نعم. تعمل حاجه. سيبك بس- منه، هو يعتبر غريب. هو اي نعم جوزي بس نعم. مش من دمي. فانهي العشره على قد الحب اللي انا كنت بحبه لها، على قد الوجع. وثقتي معلش. فيها. انا موجوعه. انا ما حدش هيحس باللي انا فيه ده. كل الناس قالت لي ما تدخلهاش بيتك، مش هتنفع، ما تقعدهاش معاك. اقول لهم لا، ده اختي. انا كنت فاكره ان ده كله في الافلام والتمثيليات اللي نعم. بيحصل. نعم. لكن ان انا اعيش الواقع ده نعم. مش قادره اقول لك. ده ما بقتش خلاني عندي ثقه في حد خالص. ان انا دلوقتي الحمد لله عايشه احسن منك، وربنا وقعك في شر اعمالك ان انت قعدتي معايا. وانتوا تستاهلوا بعض اصلا. انتوا ما كنتوا اللي تنفعوا لبعض، لكن انا ما ينفعش معايا. حقك عليا. طب انا جايه لك ما قدام الناس ينفعش. كلها، قدام استاذ جورج. على فكره انا ابني فوق تعبان والله. حبيبتي لا، أنا ما بدي سايباه اخري، ما بدي اخري بس فاطمة. يمكن انا لو سامحتها نعم. ربنا يشفي ويعفو عني. الله يبارك فيك. يعني الله بخلاف يبارك ان انا فيك كبيرة. حضرتك، يعني حقك عليا. كفايه ان انا شفت حضرتك الله وان هي يخليك. وصلتني بحضرتك. والله ان الله انا يخليك. نفسي من زمان بجد. والله انا شرفتيني يمكن بزيادة. ربنا يعفو عني ابني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، والله يشفيه. يا رب. بركي اذا سامحتيها كمان بيساعد هالشيء. يمكن. ايه رايك؟ طلعي فيها لشوف، قولي لها. انا سامحتك يا ناديه، يمكن ربنا يعفو عن ابني وعشان خاطر استاذ جورج برضه. برافو. حقك عليا ما بعلمك. تعال. يلا بجد والله وحشتيني. يلا، وحشتيني. حقك عليا. طيب نادية، ليكي فاطمة، أنا بعتقد نادية كمان تعلمت درس. الزمن بتاعنا ده الطيبه فيه وجع. يعني كل ما تبقى طيب كل ما الأزمنة. تتوجع اكتر. هو اللي قلبه طيب بيتعذب أكتر من ما غيره. هو المشكله في كده يعني. يلا ما تخليش قلبك طيب كتير أنت كمان. ده هبل مش. ما هبل، ما تهبل خلاص، يعني تعلمتي مش هيك؟ يلا يا رب. نادية، شكرا. يلا تفضلوا. نطلع مع بعض استاذ جورج. ايه تفضلوا تفضلوا.